السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وصفتنا النهارده سهله وسريعه ومختصره، وطعمها وريحتها تحفه. من حلاوتها هيطلبوها منك كل يوم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. الاول هنسمي الله. معايا هنا كيلو كبد وقوانص وقلوب. غسلت الكبد كويس جدا وشلت الزوايد اللي بتكون موجوده فيها، وشلت كمان الدهون اللي بتكون موجوده على القوانص، وفتحت القلوب وغسلتها كويس جدا. تعالوا بقى اقول لكم ازاي نتخلص من اي ريحه زفاره موجوده في الكبد والقوانص نهائيا. جبت حله على النار فيها ميه بتغلي، هعصر عليها ليمونتين، وكمان هناخد معانا قشر ليمون، وهضيف عليهم معلقه كبيره ملح ونص فنجان خل. هديها تقليبه سريعه كده علشان ادوب الملح. والميه بتغلي هنزل بالكبد والقوانص وهسيبها تغلي على النار لمده 5 دقايق مش اكتر من كده. بعد كده هاخد الكبد والقوانص اشطفها كويس جدا تحت الحنفيه وصفيها، وبكده يكون اتخلصنا من اي ريحه زفاره موجوده في الكبد والقوانص. جربوها وان شاء الله هتدعولي. بالمقص كده هبدا اقطع القوانص، ونحاول نقطع القوانص قطع صغيره علشان بتاخد وقت في التسويه عن الكبد. طبعا احنا ما سلقناش الكبد والقوانص، احنا بس سيبناهم يغلوا في الميه مع الليمون والخل والملح لمده 5 دقايق علشان نتخلص من اي ريحه زفاره موجوده فيهم. تمام. هبدا اقطع الكبد، ونحاول نقطع الكبد قطع كبيره شويه علشان ما تتهريش معانا وقت التسويه. وده الخضار اللي هستخدمه في وصفة النهاردة. معايا بصليتين كبار وأربع قرون فلفل رومي غسلتهم كويس جدا وشلت القلب بتاعهم. جبت البلانشة وهبدأ أقطع الفلفل شرايح رفيعة. لو عندكم فلفل ألوان هيكون أحلى وأحلى. طيب لو حابين الوصفة دي تكون سبايسي ممكن تضيفوا قرن فلفل حامي. عايزة أقول لكم الناس اللي ما بحبوش الكبد والقوانص جربوا تعملوها بنفس الطريقة، وأنا متأكدة إنها هتعجبكم جدا. هبدأ أقطع البصل، هقسم البصلية نصين وهقطعها شرايح، ونحاول على قد ما نقدر نقطعها شرايح رفيعة علشان ما تاخدش معانا وقت على النار. تمام. بعد كده جبت طاسة على النار، حطيت فيها شوية زيت، وهنزل بمعلقة صغيرة توم مفروم. أنا مش عايزة التوم ياخد لون علشان ما يمررش معايا، عايزة التوم يفضل لونه أبيض كده. مجرد ما أشم ريحة التوم على طول هنزل بالقوانص وهشوحها كويس جدا مع التوم. عايزة أقول لكم الريحة طالعة تحفة. بعد ما شوحت القوانص كويس جدا مع التوم هنزل بالكبد، وهقلب ده كله مع بعضه كويس جدا، بس نحاول نقلب برفق علشان الكبد ما تتهريش مننا. هنبدأ نضيف البهارات. معايا معلقة صغيرة بهارات مشكلة، معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة شطة، معلقتين صغيرين ملح. بس كده، مش هنضيف أي بهارات تاني. هنقلب ده كله مع بعضه كويس جدا لحد ما البهارات تطلع ريحتها. حلو قوي كده. بعد كده هبدأ أضيف البصل. هقلب البصل مع باقي المكونات. أنا مش عايزة البصل يستوي قوي، عايزاه يكون لسه فيه سنة بيجرش. تمام. بعد كده هنزل بالفلفل، والفلفل أيضا مش عايزاه يستوي قوي. هقلبه كده يا دوبك تقلبتين، ومجرد ما الفلفل يدبل هنقول شكرا على كده، وعلى طول هنرفعه من على النار. جبت الأطباق وهبدأ أغرف. أنا هقدم النهاردة جنب الكبد والقوانص مكرونة بالصلصة. لو حابين تعملوها سندوتشات في عيش فينو وتقدموا جنبها سلطة طحينة ومخلل هيكون طعمها تحفة. وقدمت جنبها سلطة خضراء، ويا سلام بقى لو طبق مخلل علشان يفتح النفس. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل فيديو جديد من مطبخي، مطبخ أميرة ومروة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.